بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. ازيكم يا أحبابي؟ النهاردة هنعمل بروش كده رقيق وصغير. بيختلف شوية عن البروش اللي عملته قبل كده. ده علشان لو عروسة كده هتعمله على تلبسه، مثلا وهي لابسة الهربيس، لابسة التاج، لو هتحضر بيه مناسبة. فأنا هعمله لكم بسيط كده ويعني في وقت بسيط. أنا هعمل الأول فرع من الكريستال. طبعا معانا الماتيريال اللي انا بقول لكم عليه كل مره. هو معانا الكريستال ومعايا السلك ومعايا الدبوس اللي هشبكه في البروش. الوقت انا قطعت حته السلك كده حوالي 45 سنتي، وهقلضمها شويه كريستال، شويه كده يعني قيمه 7 8 كريستال. يكون انا الكريستال ده لونه رصاصي فاتح، فيه لمعه كده حلوه، عامل زي الالماس بالظبط. انا هعمل بروش ده كريستال في الماظ، فانا هبدا اعمل الفرع. طبعا عملته معاكم قبل كده في الحلقات المناسبه اللي هي اللي فاتت قصدي. هبدا اعمل اول البدايه بتاع الفرع، وبعد كده هبدا بقى اقصر شويه على حسب ما انا على الطول اللي انا عاوزاه والعدد اللي انا عاوزاه طبعا. هو يستحسن ان يكون كل كريستاله تتلف 7 أو 8 عدات، وبعد كده تتلف بقى على السلك الأساسي 3، يعني كل 3 أهو. دي زي الغرزة اللي أنا وريتها لكم قبل كده كذا مرة. وبنشتغل بقى على طول في الهيربيس، أو في أو في التاج، أو في أي شغل تاني. يعني هي نفس الغرزة ما بتختلفش يعني كتير. بصوا، أنا عملت من ده كذا فرع عشان الوقت. وطبعا أنا اللي هو الجداد على القناة ما شافوش قبل كده، فبوريهم برضو المرة دي الطريقة والشكل علشان يقدروا ينفذوه بكل سهولة. بصوا، بقى عامل زي شكل عنقود العنب، مش فرع الورد. لان انا قصرت اما نزلت تحت شوية، قصرت العد. يعني بدل ما يبقوا 8 عدات 7 عدات، 3 عدات او 4 عدات، علشان يبقوا بالشكل ده. عملت انا كده 3. هعمل فرع بقى الماظ بنفس الشكل برضو بنفس الطريقة، بس هعمله وهو فاضي. هقطع مثلا حوالي 30 سنتي، واسيب 8 سنت كده، وابدأ بقى اعمل العيون اللي هلزق فيها الألماس باللاصق اللي عندي، يا اما مسدس الشمع يا اما باللاصق العادي. طبعا شكل الفرع يرجع لكم انتوا. تحاولوا تضيقوا الورقات جنب بعض، توسعوها عن بعضها. ده برضو يرجع لحضراتكم. بصوا اهو. هبدأ كده اجيب اللاصق. الالمازات اللي انا بقول لكم عليها، انا عندي اللي هو شكل نظام الورقة، وعندي اللي هو المدور العادي. فانا عشان انا عملت كريستالات فما عملتش بقى ورق، انا عملت المدور العادي، لان ده بروش احطه على الصدر. او ممكن يتعمل في بنسة يتشبك في الشعر برضو، شكله هيبقى حلو قوي برضو. هبدأ ألزق الألمظات. طبعا أي عروسة تقدر تنفذه،
سواء كان في هيربيس أو تنفذه بروش أو تنفذه دبوس شعر، بالطريقة دي، هي نفس الطريقة. وفي طريقة تانية برضو هنعمل معاها، بصوا، في طريقة تانية هنعمل برضو بيها دبوس هدوم، هوريها لكم برضو ان شاء الله في فيديو تاني. خلاص انا عملتهم كلهم ولزقوا خلاص الحمد لله. احاول اشبكهم في بعض واشبك فيهم الدبوس اللي انا هشبكه في الهدوم اهو. ومعلش صوتي تعبان شوية عشان شكلي كده داخلة على دور برد، فمخستكة شوية معلش سامحوني. وطبعا الفيديوهات دي كلها صدقة جارية على روح والدتي ووالدي ووالدتكم وأبهاتكم المتوفيين رحمهم الله رحمة واسعة من عنده يا رب العالمين. اهو انا كده شبكته كله في بعضه. هاجي بقى اقص الزيادات اللي انا مش عاوزاها، وبعد كده الف قوي 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 على بعضه عشان اولا يمسك في بعضه، وثانيا ما يشوكش حد يمسكه. تنيته اول جوه، عملته حلقة برضه بحيث لو هتعمله بنسة في الشعر ممكن ان احنا نشبكه بنسة في الشعر. وما عملتش الحلقة قوي يعني، سبتها برضه بارزة شوية. بعد كده بقى هشبك الدبوس عادي. بصوا جماله، رقيق وشكله حلو قوي قوي، وما يبقاش فيه قلق كده وهو محطوط على الهدوم على الصدر كده، ما يبقاش فيه يعني حاجات كتيرة كده لا. وانا عملت نوعين بس من الخرز، كريستال والماس، بس نوعين اتنين عشان ما يبقاش فيه كترة. والدبوس جبته شبكته في السلك الاول. هو الدبوس عامة بيبقى مخروم خرمين، او لو حتى هتعمله بالدبوس العادي برضه هو نفس الحكاية. هنلف عليه السلك وبعد كده نلف عليه نلفه على الشكل حتى نربط الفروع في بعض، او على ايد العنب في بعض. احاول الف السلك واطلعه كذا مرة. اولا هربط الدبوس، وثانيا هربط الفروع في بعض بحيث يبقوا ايه، واحدة واحدة يعني. اهو بصوا شكله رقيق جدا. هو في الحقيقة فيه لمعة براقة الكريستال والألماظ تحفة يعني، هو التصوير ظلمه بجد يعني. كده خلصت. يبقى هوريلكوا على حتة سمرة عشان يبان قوي. بصوا اهو. ممكن برضو يتعمل للشعر، يتحط في بنسة كده ويتعمل للشعر.